يحلم نادي أرسنال بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الغائب عنه منذ 19 عام، منذ موسم 2003. لعب أرسنال حتى الآن 29 مباراة، استطاع حصد 72 نقطة ليتربع على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. يليه مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 64 نقطة من أصل 28 مباراة. باقي 9 جولات لانتهاء دوري البريمير ليج، 4 مباريات منها لأرسنال طاعون أسود قد تؤدي لخسارة اللقب هذا الموسم. تعرف على هذه الأربع مباريات من خلال هذا الفيديو. إنها ليفربول، مانشستر سيتي، تشيلسي ونيوكاسل يونايتد. سيواجه أرسنال نادي ليفربول يوم الأحد الموافق 9/4. صحيح أن أرسنال فاز على ليفربول في مباراة الذهاب، لكن أرسنال عاجز عن الفوز على ليفربول في ملعب الفيلد منذ 11 عام، منذ موسم 2012. بالإضافة إلى الأداء المتذبذب لنادي ليفربول، حيث فاز على مانشستر يونايتد بسباعية، ثم خسر من مانشستر سيتي برباعية، ثم تعادل مع تشيلسي. قد تحدث المفاجأة ويخسر أرسنال بعض النقاط. المواجهة الثانية هي مواجهة مانشستر سيتي يوم الأربعاء 26/4، حيث خسر أرسنال مباراة الذهاب على أرضه أمام السيتي. مانشستر سيتي خصم قوي ولا يستهان به، وينتظر الفرصة للانقضاض على أرسنال لخطف الصدارة منه. المواجهة الثالثة مواجهة نادي تشيلسي يوم السبت 29/4. تشيلسي أيضا خصم لا يستهان به، وقد يستعيد عافيته مع المدرب الجديد. المواجهة الرابعة والأخيرة مواجهة نادي نيوكاسل يونايتد يوم الأحد 7/5. نيوكاسل يونايتد خصم قوي ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. تعادل مع أرسنال في مباراة الذهاب بدون أهداف، وقد يخسر أرسنال بعض النقاط. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب. شكرا لكم.